بص بقى، اكل ايطالي ولا سماش برجر ولا سوشي ولا بلاي ستيشن؟ مش انت بقيت خطيبي؟ اه خطيبك. وديني. يا نهار اسود. خدي بس، خد خلينا كده مقتنعين ان اي مكان في الدنيا لازم يبقى ناقصه حاجه، بس المكان ده بقى مش ناقصه اي حاجه، لان باختصار كده عزيزي المكان ده 4 في 1. فتعالوا سريعا كده اعرفكم على ذا كيو. وبدانا باول واحد اللي هو اسمه سماش زون، وده بيعمل برجر عادي وبرجر سماش، وكمان عاملين ايتم جديده عباره عن سماش صدق وفراخ، وصوص الجبنه عندهم يجنن، وكمان قال عندي دليفري من ابو قير لحد بحري، والساندوتش عندهم بيبدا من 70 جنيه. ونيجي بقى لتاني المكان اللي هو معروف ان هو كل اكله ايطاليان، وبيقولوا الباستا والبيتزا بتاعتهم جامده جدا. بالنسبه للبيتزا ما يختلفش عليها 2 وجامده جدا، اما بالنسبه للمكرونه الوايت صوص وعليها شريمب من فوق، فالوايت صوص كان خفيف جدا، والاسعار بتاعتهم بتبتدي من 75 جنيه اذا كان بيتزا او باستا. نيجي بقى للحلويات اللي زي القمر دي. وقبل كده ما نخش في اي ديتيلز عن السوشي، خلينا كده مقتنعين ان نص الشعب المصري ما بيحبش السوشي، بس عايز اقول لك كام حاجه كده ما كنتش اعرفها عن المكان ده. اولا كده مفروض زفاره، ثانيا لو رحت 5 مرات هتاخد المره 6 فري، ثالثا بقى كلنا عارفين ان السوشي غالي جدا، ده عامل باكجات جامده جدا ورخيصه قوي. نيجي بقى الرابع مكان وده اللي جمدان. مبدئيا كده عندهم بينج بونج وبلياردو،